احنا اليوم متواجدين للتضامن مع النائب السابق فيصل مسلم، وقبل يومين كنا متواجدين في نفس المكان للتضامن مع مسلم البراك، وهذه الملاحقات السياسية اللي تنتهجها السلطة بزعم منها لترهيب الشباب وترهيب الشارع من خلال ملاحقة رموز المعارضة. احنا شفنا اليوم قضية النائب فيصل مسلم، وقضية كذلك مسلم البراك، وقضية الإخوان الطاحوس والداهوم والصواب. هذه ما يتم مع الإخوان هو محاكمة نوايا. السلطة تحاول أن تعرقل الحراك من خلال الزج بنواب الأغلبية تحديدا في مجمل قضايا، لكن احنا قاعد نشوف تفاعل الشعب وحضور الشعب بأعداد كبيرة تضامنا مع هؤلاء الإخوان، ونحن مستمرين. وفي النهاية نقول للسلطة أن هذه الأدوات اللي قاعد تستخدمونها واقحام القضاء ومحاولة إزعاج نواب الأغلبية في تحويل للنيابة وعدة قضايا، هذا الأمر لن يثنينا عن مواصلة مطالبنا اللي ما عادت تنطوي على الصوت الواحد. لا، احنا اليوم مطالبنا بشكل واضح حكومة منتخبة، وبإذن الله سوف تتحقق قريبا.